كارثة وحصلت عنده الطيور، ولازم تخلي بالكم من طيوركم عشان ما يحصلهمش زي ما انتم شايفين كده. طبعا لسه هصور لكم فراخ كتير، بس ده طبعا كده بوري لكم اللي حصل ايه. بجمع بقى الفراخ اهيت على بعضها، لان طبعا الفراخ كانت حلوه مسافه هو يوم واحد بس. 3 الصبح لقيت زي ما انتم شايفين كده. طبعا في الوقت اللي انا بكلمكم فيه ده مفيش ولا فرخه خالص على السطح. طبعا الحاجه متكلفه، والحاجه يعني بندنا كده تعب ومجهود وتكاليف لحد ما نوصل زي ما انتم شايفين كده، وفي الاخر بيحصل لهم اللي حصل. طبعا اللي عندها فراخ لازم تقوي مناعتهم قبل ما يحصل لهم يوصل لهم الفيروس ده، لان طبعا حبايبي الفيروس دوت يعني بيجي على السطح ومنتشر الايام دي، وكتير يعني مش انا بس، في كتير حصل لهم كده. فده هي شوطه للفراخ، او يعني ميكروب بقى بيدخل جسمهم كده. لازم ان احنا تقوي مناعتهم عشان يبقى تضمني ان هم ان شاء الله ما يحصل لهمش زي ما انتم شايفين كده. طبعا تروح الصيدليه البيطريه وتجيب لهم علاج قبل ما يحصل لهم او يوصل لهم الميكروب في جسمهم، لان طبعا لو حصل لهم، لو دخل الميكروب مستحيل ان هم يخفوا ابدا منه. طبعا حبيبي زي ما انتم شايفين كده يوم ورا يوم بقيت ارمي فيهم، يعني رميت كتير بس ما صورتهمش معاكم، ده بس كده اللي انا صورته معاكم. لان طبعا بتسيب الفراخ حلوه، تصبحي تاني يوم تلاقيهم زي ما انتم شايفين كده متكومين على بعض زي ما انتم شايفين حبايبي. فالحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. ولازم بقى تخلي بالكم من فراخكم او من طيوركم اللي عندها طيور، تقوي مناعتهم على طول بالبصل والثوم. وفي الميه تحط ليمون، وتحط معلقه كركم على لتر الميه، وليمونه برضو على لتر الميه، حسب بقى الميه اللي انت بتحطيها. لان طبعا تقوي مناعتهم قبل ما يحصل لهم الفيروس دوت، لان طبعا زي ما قلت لك لو حصل لهم او دخل جسمهم مش بيخفوا. طبعا انا رميت كتير، يعني مش عايزه اقول لكم، يعني مش والله ما كنت عايزه اوري لكم المنظر دوت، بس لازم ان انا عشان اللي عندها طيور تخلي بالها وتلحقهم. ولازم برضو كده زي ما قلت لكم البصل على طول والثوم، يعني يوم ويوم كده تعملهم خلطه، تفرمي بصل وتفرمي ثوم وتضيفيهم على الاكل، تحطيه على علف على او على الاكل زي ما هو الاكل اللي بياكلوه. اما بقى الليمون والكركم هيبقى في الميه، تعطشيهم وبعد كده تشربيهم. بقى الكركم يعني بيرفع المناعه، والليمون برضو فيتامينات بترفع المناعه. ده كده حبايبي قبل ما يحصل زي ما انتم شايفين كده، تكونوا يعني مخلين بالكم من طيوركم الايام دي، لان طبعا ناس كتير اشتكوا برضو حوالينا والجيران، وبرضو الفيروس بتنشر من بيت لبيت. فالحمد لله على كل حال. وزي ما قلت لكم رميت كتير، وده كده كان يعني قلت بقى الحق او اصور لكم حاجه عشان كله يعرف ايه اللي بيحصل الايام دي. لان طبعا هتسيبي فراخك سليمه، مادام المرض دخل بينهم خلاص، لازم تلحقيهم. لو لقيتي اي حاجه كده لازم تذبحيهم على طول. لان طبعا انا جبت لهم علاج ورحت الصيدليه البيطريه وقلت للدكتور اذبحهم، قال لي لا ما فيهمش حاجه. لكن حبايبي خلاص زي ما قلت لك لو فراخك تعبت على طول ما تستنيش. ده بقى حبيبي اللي انا لحقتهم اهوت، قلت خلاص بقى مش بدها لما لقيتهم يوم ورا يوم عماله ارمي فيهم والعلاج مش جايب نتيجه خالص، فقلت خلاص بقى هذبح الحب اللي انتوا شايفينهم دول، او الشويه اللي كام فرخه اللي انتوا شايفينهم دول. كانوا خلاص بيبشرونا بالبيض، وكنا بقى مبسوطين ان هم هيبيضوا بقى وهنفرح حبايبنا وكل نصيب في حاجه هياخدها. بس هنقول ايه، الحمد لله على كل حال. وطبعا لازم ان انتوا تخلي بالكم من طيور، عشان طبعا حبايبي فيروس ومنتشر الايام ديت على السطوح وبيجي من بيت لبيت. وطبعا ناس كتير، وسمعت الناس كتير برضو عملوا يعني فراخهم برضو ماتت، واللي لحقوهم. فطبعًا حاجة متكلفة خسارة حبايبي، لازم مادام دخل المرض يعني فيهم أو الميكروب لازم إن أنتِ تذبحيهم على طول، ما تسيبيش أي حاجة على السطح. لأن طبعًا كنت باسيب وأقول خلاص الدوا هيجيب نتيجة، وأطلع ألاقي أرمي كده زي ما أنتم شايفين. لأن طبعًا أنا سألت الدكتور البيطري قال لي: "لأ سيبيهم وما فيهمش أي حاجة خالص." يا دكتور أذبحهم؟ قال لي: "لأ." فطبعًا زي ما أنتم شايفين حبايبي كده، والله يعني الحمد لله ما فيش دلوقتي ولا ريشة خالص، ولا لأ البط فيه، ما فيش خالص ولا فرخة بلدي على السطح. كده ذبحتهم حبايبي أهوّة. وبقى يعني قُلت اللي نلحقه نلحقه، علشان يعني برضه خسارة بعد التربية دي كلّها وتعبي ومجهودي معاهم والتكاليف، يعني زي ما أنتم شايفين كده دول الكام فرخة اللي أنا ذبحتهم. تعالوا بقى عشان بعد زي ما أنتم شايفين كده أهوّة غلّفتهم في أكياس وأدخّلهم الفريزر، وقُلت بقى إيه، طَب أمّا أعمل
الكبد والقوانص ديت اعملها بالمره النهارده للفطار. بعد ما كنت هادخّلها الفريزر فقُلت لأ، يعني جات لي الفكرة كده وأنا بعد كده يعني قُلت خلاص أمّا آخد الكيس الكبد والقوانص ديّة أغسلها غسلة حلوة بقى كده وأحُط بقى عليها ليمون وشوية دقيق، وبعد كده هاجيبها بقى جاهزة على طول، لإنّي عملتها معاكم قبل كده. كنت عاملاها معاكم على السطح قريب، فقُلت خلاص بقى هاجيبها مع أخواتي وحبايبي جاهزة على طول، زي ما أنتم شايفين بقى شكلها يعني يعني جميلة أوي. طبعًا دي الطريقة المعتمدة على طول عملتها معاكم وكان برضه طعمها جميل، ودي الطريقة المعتمدة اللي أنا باعملها على طول. طبعًا الشكل باين إن هي طعمها حلو. حمّرت بقى شوية طعمية كده معاهم برضه، وآدي سلطة طحينة وشوية مخلِّل. وجبنة المِش، يعني تحبيشة بقى كده، وكان عندي حبايبي برضه في التلاجة شوية محشي طلّعتهم بقى سخّنتهم برضه كده بمعلقة سمنة بلدي، قُلت خلاص بقى كده كانوا في التلاجة آخر يوم ليهم، اتاكلوا اتاكلوا، ما اتاكلوش خلاص هنرميهم، بس والله برضه اترموا. عشان طبعًا يوم على يوم ورا يوم بنسيب الأكل في التلاجة، فطبعًا حبايبي لو يطوّل خلاص ما بيبقاش ليه طعم فقُلت بقى أمّا أسخّنه بالمرّة كده، وبعد كده حبايبي هو ده كان فطارنا النهارده. الكبد والقوانص، وآدي حمّرت بقى طعمية كده كانت أنا عايزة آكل طعمية يعني، وعملت سلطة طحينة برضه جميلة أهيّة، ويعني قُلت بقى الأكل كده أجيبه جاهز معاكم بما إني عملت يعني قريب الكبد والقوانص. طبعًا زهقنا من الأكل كل يوم مش عارفين محتارين نعمل إيه وناكل إيه، وكل يوم حيرة، فقُلت بقى خلاص بقى ألِم الأكل الموجود في البيت مع الكبد والقوانص ديّة، يعني شكلها كمان يعني باين إن هي طعمها حلو. يالّا بقى كده يا حبايبي علشان نعمل القطايف اللي أنتم شايفينها دي. تعالوا بقى نعملها بطريقة جميلة وإن شاء الله لازم كده شوية خطوات عشان القطايف بتاعتِك تدنّها زي ما هي مقرمشة كده، يعني تاكلي كده وهي مقرمشة وجميلة وتكون كمان طرية من جوّه، ما تكونش معجّنة معاكِ، لأ تكون من برّه كده مقرمشة ومن جوّه تكون طرية. أول حاجة يا حبايبي زي ما أنتم شايفين كده بتحطّوا نوع المكسرات اللي موجود عندِك، أنا هنا حطّيت فول سوداني وحطّيت جوز الهند وحطّيت كمان هنا زبيب. بتجيبي بقى القطافية أهيّة وتحشي فيها طبعًا ما حطيتش معاها سُكّر، لإن طبعًا إحنا عاملين شربات تقيل مش ما حطيتش فيها سُكّر طبعًا بنحطها في قلب الشربات وبيكون تقيل. تاخدي بقى كده وتحشيها زي ما أنتم شايفين كده، بس أهم حاجة تضغطي عليها وأنتِ بتحشيها عشان ما تفتحش منِّك في الزيت. بالنسبة بقى يا حبايبي لشربات القطايف بيكون تقيل، أي حاجة بتتحمّر في الزيت سواء القطايف، سواء بلح الشام، لقمة القاضي أو الزلابية، ده كده بتحتاج شربات تقيل، حاجة بتتحمّر في الزيت بتحتاج لها شربات تقيل، فهنا عملت إيه، حطيت 4 كوبايات سُكّر نُصّهم مَيّة، بيبقى المَيّة نُص السُكّر، وبعد كده بنحط عليهم عصرة ليمونة وبيغلوا على النار، بعد كده باسيبهم 5 دقايق على نار هادية وبتحطي بقى عليهم الفانيليا، وبعد كده يبقى الشربات جاهز معاكِ، ولازم يكون الشربات بارد ويكون تقيل. شربات القطايف زي شربات الكنافة برضه، كل شوية بقى كده تاخد لون وتقلبيها على الناحية التانية، تاخد لون وتقلبيها على الناحية التانية عشان ما تبقاش لون ناحية غامقة معاكِ ولون فاتح، شايفين بقى لونها كله موحّد، تطلّعيها من الزيت تحطيها في الشربات على طول، تقلبيها كده شوية تسيبيها بس دقيقة واحدة في الشربات، طبعًا لو طلّعتيها لون يكون فاتح شوية هتلاقيها طرية منِّك، لازم كده تدّيها اللون دوّة عشان ما يكونش فاتح أوي ولا يكون غامق أوي. ده كده بتساعد معاكِ إن القطيفية بتكون تدنّها كده مقرمشة، ما تكونش معجّنة معاكِ. في مصفى بقى يا حبيبي أهوّة وتحطّي بقى القطايف بتاعتِك. طبعًا تفرّديهم كده يعني بعيد عن بعض، لإن طبعًا لمّا بتحطّي القطايف على بعض وهي سخنة بتخلّيها طرية معاكِ ومعجّنة. شايفين بقى القطايف عاملة إزاي؟ بعد كده يا حبيبي أهيّة حطيتها بقى في طبق التقديم، وبنرُش برضه عليها رشة شربات كده بيخلّي برضه لونها حلو. وده كان فيديو معاكم النهارده يا حبايبي، وكل سنة وأنتم طيبين، وينعاد عليكم الأيام بخير ورمضان كريم.